السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نطمن الأول كده الصوت تمام. أهلا بيكم كلكم. استنى العدد يزيد كده عشان نقدر نتكلم كلنا. مش عايزين حد يفوت اللايف ده يا جماعة، عشان يعني كل اللي عنده أسئلة إن شاء الله هنقدر نجاوب عليها بشرح واستفاضة، وهنقدر أكننا قاعدين مع بعض كلنا. الصوت تمام؟ بس حد يطمنا إن الصوت تمام. طيب نتوكل على الله ونبدأ موضوعنا اللي كنا أعلنا عنه. احنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت إن احنا هنتكلم على المطابخ الكلاسيك. أنا حابب إن حد بس يطمنا الأول إن الصوت مظبوط. الصوت يا جماعة تمام؟ طيب شكرا تمام. طيب في البداية طبعا كلنا عارفين المطابخ الكلاسيك كانت بادئة من الأربعينات، وبدأت يعني تختفي شوية في الستينات، في التسعينات سوري. ده نظرا لارتفاع سعر الخشب. طبعا الأشجار والندرة بتاعتها والحرائق اللي كانت بتحصل في الغابات والكلام ده كله، فبدأ يطلع ناس متخصصة تحاول تدينا حلول بديلة، بان هم يدخلوا مواد كيميكال، وتبدأ صناعات زي صناعة الMDF والحاجات اللي هي البديلة للخشب، عشان خاطر تغطي شوية متطلبات السوق. طبعا حضراتكم عارفين العرض والطلب، لما العرض بيقل والطلب بيزيد على الحاجة سعرها بيعلى. فدلوقتي طبعا الأخشاب الطبيعية بقت سعرها يعني حدث ولا حرج، انواع الخشب كتير جدا، وطبعا الاسعار زايده جدا في الموضوع ده. فالنهارده يعني هحاول ان انا اساعدكم ازاي كل واحد فيكم، بالذات الناس اللي حابه المطابخ الكلاسيك، تختار افضل حاجه، وفي نفس الوقت يبقى الكوست معقول، ما يبقاش الرقم ضخم شويه. في البدايه احب اعرفكم بنفسي. انا سامح حسن، أنا المدير التنفيذي لشركة كيرف. لو في أي استفسار طبعا هسجل كل الأسئلة بتاعتكم وهنتكلم عليها، بس خلونا في الأول أفهم الناس يعني إيه خشب طبيعي ويعني إيه خشب مصنع. الخشب الطبيعي متقسم طبعا في أنواع. خشب طبيعي باختصار أو ببساطة، عشان هو ده محتاج حلقة لوحده. باختصار إن هو دوت عبارة عن شجر، وبياخدوه يبداوا يطلعوا منه جزء قشر، والجزء التاني بيطلع منه خشب بلقات، يعني بيبقى خشب كتل. الكتل دي بتبدا تتنضف على مكن. الآلية بتاعته شبه بدائيه شويه، يعني حتى لما اتطورت هي برضو انا شايف ان هي بدائيه وبتاخد مجهود كبير قوي. لذلك الوقت بتاع المطبخ الكلاسيك بياخد وقت اكبر من المطابخ المصنعه اللي هي اللي طالعه المودرن الجديده. فالمطبخ الكلاسيك متقسم زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، ان في ناس بتحب الروح الناتشورال اللي هي عايز شكل الخشب نفسه، فاحنا نقدر نحط قشرة على المنتج اللي تحتيها، هتدينا في الاخر الشكل اللي احنا عايزينه، ونقدر ناخد الخشب ده سوليد، يبقى خشب كتل. السؤال بتاع حابة نعرف انواع الخامات هنتكلم فيها. الخشب زي ما قلنا هنقسم الموضوع. معلش انا سوري، انا اسف ان انا متوتر شويه عشان انا اول مره اطلع لايف، يعني انا بسجل كتير فبنشيل الاخطاء دي كلها في المونتاج، فانا اول مره اطلع لايف. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الخشب الطبيعي هنقسمه انواع، او هنقسمه على جزئين.
الجزء الاولاني اللي هو احنا عايزين نطلع الخشب على نفس الروح بتاعته او نفس الثمره او الشكل ده، فاحنا بنقسم مطبخنا لقسمين. المطبخ نفسه بيبقى فيه البادي بتاعه او الشاسيه الداخلي والضرفه. في الغالب كله بيسمي اسم المطبخ باسم الضرفه، يعني احنا لو بنتكلم على مطابخ على المودرن اللي طالع هتلاقيه بيقول مطبخ بولي لاك. المطبخ البولي لاك ده عشان ضرفته بولي لاك، لكن الجسم الداخلي طبعا ما بيحتويش على البولي لاك خالص. لو بنتكلم على HBL فالظرف هي ال HBL. فالبادي خلينا نتكلم الاول عن البادي بتاع المطبخ نفسه. البادي بتاع المطبخ في الغالب المعظم بيعملوا كونتر. الكونتر لو احنا عايزين نتفرج على مكون الكونتر او نعرف يعني ايه كونتر اصلا، الكونتر هنتفرج عليه من الرو ماتيريال من اول مرحله خالص. الكونتر بيبقى عباره عن خشب بياض. الخشب بياض ده مرصوص جنب بعضه، بيتلزق جنب بعضه بالشكل دوت، يعني بيبقى قطع خشبيه بتترص جنب بعضيها بالمنظر دوت، وبيطلع ده الداخلي اللي جوه اللي هو محدش هيوريهولك، يعني محدش في اي مصنع مش هيوري لك الداخلي بتاع الكونتر من جوه. ده مسامه بتكون اكبر شويه من الاخشاب المصنعه، يعني المسام زي ما احنا شايفين. على فكره ده كده نوع كويس جدا، يعني يضاهي الجود وود، او معايا قطعه هنا جود وود هوريها لكم برده. يعني ده جود وود طبعا من افضل الشركات اللي موجوده في مصر اللي بتصنع الكونتر. وفرق الكونتر من الكونتر بيبقى في التجفيف والتبخير. الكونترات او الخشب الطبيعي دايما بتكون بيئه للحشرات او البكتيريا او الكلام ده كله، فبالتالي لو هي مش متجففه ومتبخره يعني هيبدا نشوف منها سوس ونمل ابيض والحاجات اللي العملاء كلها بتشتكي منها دي. المرحله اللي بتيجي بعد دي على طول مرحله اللي هي الكونتر نفسه بياخد طبقتين، اللي هي الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت ديت. الطبقتين دول بنسميهم طبقات البلاي وود. ده نوع برضو من الاخشاب الطبيعيه، بس بيبقى جاي زي القشره، شبيه للقشره، بيبقى جاي رولز كده بتتحط فوق اللوح نفسه، ويبدا يتحول اللوح الكونتر ده الشكل بتاع لوح الكونتر بتاعنا اللي هو بيبقى مقفول الفراغات بتاعته. ودايما اكون حريص على اني لو هشتغل بكونتر ما يكونش فيه اي فراغات هنا، ويكون النوع نفسه متجفف، يعني لما ادوس اما اضغط عليه كده ما الاقيش ايدي بتعلم فيه، عشان ده كده يبقى واخد رطوبه. يعني الكونتر لو واخد رطوبه فده خطر، يعني ده خطر على المكان اللي هو اتحط فيه. طبعا هيبقى بيئه للحشرات والطفيليات والبكتيريا والكلام ده. دي كده المرحله اللي بتاعت الكونتر او البادي الداخلي. طب في بديل تاني؟ في بديل تاني. في البديل اللي هو الام دي اف. الام دي اف اللي هو العادي خالص، اللي هو احنا بنتكلم عليه حاجه قطعه زي كده ام دي اف، ولونها بيكون زي ما احنا شايفين كده اللون ده. وهوريكم نوع تاني من الام دي اف ده بقى، هقول لكم ايه الفرق بين الاثنين. ده نوع تاني من الام دي اف. الكلام ده ممكن يتقال زي ما بنقول لاول مره، ممكن الكلام ده ما يكونش حد قاله قبل كده. الام دي اف دوت لونه زي ما احنا شايفين كده اخضر. اللون الاخضر دي ماده زي فكره الجبسن بورد العادي والجبسن بورد الاخضر. دي ماده بتعزل الرطوبه والميه، وبيبقى المفروض جاي في السبيكس بتاع او الخصائص بتاعه كل نوع من الخامه، جاي المواصفه ديت ان هو بيتحمل قد ايه رطوبه او نسبه مقاومته للميه قد ايه. في سؤال انا شايفه قدامي هنا بيقول هل الام دي اف الاخضر كويس؟ طبعا كويس، يعني طبعا هو مقاوم للبكتيريا ومقاوم للحشرات. الميه لو فضلت على سطحه لمده ساعتين تقريبا، يعني ده اللي هو النوع اللي احنا بنستخدمه في كيرف ايجيبت، بياخد مثلا مده ساعتين وبعدين يبدا الام دي اف نفسه يمتصه. لكن ده سريع الامتصاص للميه، يعني الميه اول ما هتيجي عليه هيبدا يمتصها. طب ايه اللي بيخلي لما الميه تيجي على الام دي اف يتنفخ، واللي يخليها على الكونتر تيجي تقعد وقت اكتر ما يتنفخش؟ الاتنين بيشربوا الميه، بس الموضوع كله هيبقى عامل زي ما انا هوري لحضراتكم دلوقتي كده. في الرسمه البسيطه ديت كده انا بحاول اوضح الجزيئات بتاعه مكون كل حاجه منهم. الجزء اللي فوق ده اللي هو الخشب الطبيعي او الخشب الكونتر، زي ما احنا شايفين المسام بتاعته واسعه، او الخلايا نفسها اللي مكوناه النسيج بتاعه الخلايا بتاعته واسعه، فبالتالي بتقدر تستحوذ على كميه ميه كبيره تفضل قاعده جواها.
لما بنيجي للام دي اف العادي الخلايا بتاعته اضيق شويه في الكثافه، فبالتالي اول ما بيمتص الميه فبتبدا تبان عليه، بيبدا حجمه نفسه يزيد. الام ار هو محطوط عليه ماده تعزل دخول الميه او تقلل من دخول الميه، فهيبدا الدخول ليها هيكون صعب، بس لو دخلت الميه طبعا جوه هيبدا برضو يمتصها، بس الكلام ده بيبقى ليه معامل، ليه تايم. طيب الثلاثه بمعنى صح بيمتصوا الميه، بس ده اقلهم في امتصاص الميه اللي هو الام دي اف الام ار او الام دي اف الاخضر. الام دي اف الاخضر هو طبعا افضلهم زي ما قلنا. طب دخول الميه ايه اللي هيضايقني في دخول الميه؟ يعني انا لو دخلت الميه جوه، دخول الميه بعد ما هتبدا تنشف هتبدا تكون فطريات، فبالتالي يعني انا نصيحتي لكل العملاء، وده هتلاقيه كلام يعني مختلف عن الكلام اللي موجود في السوق شويه، ان على قد ما تقدر حاول تبعد عن الكونتر. يعني خلي الكونتر لو انت مش واثق بنسبه 100% مع الشخص اللي انت بتشتغل معاه ان هو هيوفر لك الكونتر اللي انت عايزه. طبعا اسعار الكونتر بقت غاليه جدا، يعني انا عشان اشتغل بجود وود النهارده لا المطبخ هيبقى اوفر كوست، هيبقى تكلفته عاليه. لا انا اشتغل بام دي اف اخضر هيديني البادجت المعقول بتاعي، وفي نفس الوقت هيديني كل الخصائص اللي انا عايزها. ده كده انا بتكلم على البادي الداخلي بتاع المطبخ. بالنسبه للبادي الداخلي برضو من ضمن النصايح اللي انا لازم اقدمها لكم ان وحده الحوض ما تعملهاش خشب اصلا. يعني ما تفكرش انك تعمل الوحده. ايه وحده الحوض؟ الوحده اللي هي الجزء اللي تحت الحوض بتاع المطبخ نفسه. الجزء ده اغلبنا بيركب فيه فلتر، وبيبقى فيه الوصلات بتاعه الخلاط نفسه اللي بيبقى راكب فوق الحوض. فالوصلات ديت معرضه لان هي في اي وقت ان يحصل فيها تآكل او صدى او الكلام ده كله تبدا تنقط، وعقبال ما احنا بندرك ونغيرها بيكون الميه نزلت وقعدت في قلب العلبه نفسها. مع الوقت العلبه دي بنلاقيها نفخت، ومع الوقت اغلبنا هتلاقي العلب دي عنده فيها مشاكل. فبالتالي انا ما بنصحش بيها ان هي تتعمل كونتر نهائي. دي بتتعمل يعني انا برشح حاجتين اللي موجودين في السوق، اما نعملها من الداخل ستانلس ستيل، يعني العلبه نفسها تتعمل ستانلس عند حد بتاع ستانلس، او تتعمل من خامه موجوده في السوق في الوقت الحالي اسمها البورديوم. البورديوم ده عباره عن بلاستيك بس معالج اللي هم بيسموه اليو بي في سي. ده بيجي بيتسحب وبيتكبس وبيطلع لنا شكل الالواح، بتبقى بورد. البورد دي طبعا ضد الميه، مش مقاومه كمان، دي ضد الميه، يعني اللي هي تتنقع في قلب الميه. وعايزين نفرق دايما بين مقاوم وضد. ضد يعني خلاص انا هنقعه في قلب الميه مش هيتاثر باي حاجه، لكن مقاوم ده ليه معامل مقاومه. كده احنا تقريبا قلنا معظم التفاصيل الداخليه للشاسيه بتاع المطبخ نفسه. تعالوا بقى نروح للضرفه. الضرف دلوقتي انا شايف الناس الحمد لله بدات ترجع للموديلات اللي هي القديمه اللي بتاعت الخمسينات والستينات، وعايزين يرجعوا للروح الكلاسيك تاني اللي هي فيها بقى القيمه وفيها الحليه والكلام ده كله. في حد بيسال بيقول ليه الاستانلس غالي؟ الاستانلس طبعا غالي لان هي كماتيريال نفسها سعرها غالي، مش رخيصه. الشيتس دي بتيجي سعرها غالي، وبتخش تعمل لها عمليه تكسيح او يعني بتتهندل على المقاس دوت، فبتاخد تشغيل برضو، فسعرها فعلا بيكون غالي. البورديوم بيكون اوفر شويه في السعر، بس هيديني نفس الخصائص اللي انا عايزها او نفس يعني حللي المشكله بتاعت الميه. نتكلم في الضرفه، نخش على موضوع الضرف. الضرف طبعا في خامات مصنعه ظهرت كتير قوي الفتره اللي فاتت، والناس بدات بتتلخبط فيها. عندنا بي في سي، وعندنا يو في، وعندنا بولي لاك، وعندنا اتش بي ال. ديت المسمى دوت او المسميات كلها اللي انا ذكرتها دي كلها للطبقه الخارجيه اللي بتكون موجوده على سطح الخشب. طيب الخشب ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى معظم بيكون ام دي اف، الا الاتش بي ال هو الوحيد اللي بيجي شيتس، بيجي عباره عن شيتات بتبقى جايه. عايز اوريكم حاجه زيها، بتكون جايه شيتس وبتتكبس على الخشب، يعني بعد ما احنا بندخلها على مكابس. ومعظم الكبس بتاع الاتش بي ال بيكون في مصر، يعني بيبقى ادي الطبقه بتاعت الخشب، والسكنس اللي هنا ده سكنس الاتش بي ال اللي مكبوس عليه من الجنب ده. ده بالنسبه للاتش بي ال.
اما معظم الخامات الجلوسي او الخامات اللي هي اللي بتلمع ديت كلها بتيجي على ام دي اف. ليه بتيجي على ام دي اف؟ عشان اولا السطح المستوي، الام دي اف بيتميز بان هو سطحه مستوي بنسبه 100%، لكن الاخشاب الطبيعيه زي الكونتر والحاجات دي عمرها ما تبقى بنسبه 100%، لان هي بيبقى ليها بصمه زي بصمه الصباع، ليها تكتشر بتاعها مهما احنا بنخش في صنفره والكلام ده كله بيفضل موجود. فبالتالي لما اجي احط سطح لامع بيفضح كل النتوءات اللي موجوده ديت، فيبدا يبان قدامك ان الشكل ايه، فيه نقر او فيه مطبات او الكلام ده كله. فالاجانب طبعا ادركوا الكلام ده فبداوا يستخدموا الجلوسي على الام دي اف. نتمنى ان المصريين يدركوا الكلام ده كمان ونبدا في مصر هنا ان احنا نصنع الخامات اللي بيصنعوها بره ويبقى بنفس الكواليتي. طبعا زي ما قلنا هنقسم بقى نتكلم على الخامات المصنعه اللي هي الناس محتاره فيها، وهنتكلم على الظرف الكلاسيك واحسن اختيار للظرف الكلاسيك. مين عندنا في بيته مفيش عنده قطعه زان، سواء كرسي او ترابيزه سفره معموله من الزان او انتريه، بعد سنتين او بعد 3-4 سنين بدا يفصل الزان نفسه من، يعني الزان ده لما بيجي يركب في بعضه بيتعمل له زي نقره وبيتعمل له لسان يخش جواها ويبدا يتثبت. بعد فتره مع الاستخدام والكلام ده كله اللحام اللي موجود ما بين التجميعه والتجميعه كل ده بيبدا ينمل والمعجون بيبدا يفرقع ويبدا الحاجه يبقى شكلها مش ظريف. فبالتالي في حلول بالنسبه لظرف المطابخ. انا هتكلم بالنسبه لظرف المطابخ دلوقتي وبعدين نبقى نشوف بقى الاسئله لو اي حد عنده اي اسئله بالنسبه لاي حاجه. بالنسبه لضرفه المطبخ انا شايف ان النظام القديم فشل، وبالتالي الموضوع بدا يهرب منه الزبون نفسه او العميل نفسه، بدا يهرب من القطاعات اللي بتتعمل بسبب المشاكل اللي بتتم من فصل في التجميعات وتنميل والكلام ده كله، فبدا يهرب من التصميم دوت او من الشغل دوت. طب حل الموضوع ده ايه؟ حله ان هو يبقى كتله واحده، ما يبقاش متجزأ، يعني ما يبقاش شاسيه ويتعمل له حشوه من الداخل، لا احنا نعمل القطعه على بعضيها. فكده بقى اصبح قدامي اختيارين. لو انا بحب الخشب الطبيعي وعايز شكل الخشب الطبيعي، فبالتالي هبدا عندي جوه الاختيار ده اتنين برضه. عندي ان انا اشتغل على الام دي اف، وعندي ان انا اشتغل على كونتر الطبقات. دي اكتر حاجه تعيش. واللي مش عارف ايه كونتر الطبقات، كونتر الطبقات بيختلف عن الكونتر ده. يعني الكونتر ده بنسميه احنا كونتر سدايب. الكونتر دوت اللي هو قطع جنب بعض ده بيتسمى كونتر سدايب. اما كونتر الطبقات هما الطبقتين اللي محطوطين فوق السدايب. لو انا في اول اللايف انا وريتكم شكل الكونتر بعد ما بيتحط عليه الطبقتين البلايوود. البلايوود ده هو كونتر طبقات، اللي هم بقى ايه، اللي بيبقى نظام طبقات وبتتحط الطبقه عكس الطبقه، يعني اتجاه الثمره عكس اتجاه الثمره، فبتدي له متانه ووزن خفيف. يعني بيبقى وزنه خفيف جدا وقوه تحمله عاليه قوي. واكبر دليل على كده لو كلنا حد فينا استخدم المضارب بتاعه الراكت، المضرب بتاع الراكت ده بيبقى من كونتر الطبقات وبيبقى من انضف الانواع. طبعا بيبقى السكنس بتاعه قليل قوي، بنقعد نرزع فيه جامد وما بيتكسرش او وزنه بيكون خفيف في الايد. فالافضل ان انا اشتغل بكونتر طبقات وببدا ادخله حاجه مرحله اسمها مرحله السي ان سي. المرحله دي بيبقى عباره عن بنطه. البنطه ديت بتنزل زي القلم كده، بترسم شكل الحليه اللي انا عايزها على الضرفه، سواء ان هي كونتر طبقات او ام دي اف. النتيجه في الام دي اف هتكون افضل في الشكل من كونتر الطبقات، لان هو البنطه بتتعامل هنا مع خشب لين شويه فمرن، بتقدر تتحكم فيه اكتر من كونتر طبقات ان هو خشب طبيعي، فيبدا يحصل فيه شويه حاجات كده بسيطه دي بتتعالج كلها في موضوع الدهانات. بس في المجمل هتطلع النتيجه افضل كتير قوي من ان انا اشتغل بخشب طبيعي واعمل قوايم وروز زي فكره الباب وابدا ارشقها في بعضيها وبعدين ابدا ادهن، او ان انا احط قشر عليها ومعجن الفراغات اللي ما بينها. ده المجمل النتيجه هتبقى افضل كتير قوي من الشغل اللي هو النقر واللسان او التجميع الشاسيه ده. فانا كده لما اجي اختار مطبخ كلاسيك يبقى انا عندي اختيارين. لو انا عايز تكلفه اقل تكلفه شويه يبقى هشتغل على الام دي اف.
وفي الضرفه احنا الام دي اف مش هيضرنا، يعني مش هيبقى فيه مشكله بالنسبه لي، حتى لو ضرفه باظت بعد 5-6 سنين تكلفتها قليله في ان انا اصينها او ان انا ارجع ضرفه ثانيه مكانها. لو انا هروح لكونتر الطبقات فانا كده عايز بقى اورث مطبخي للي بعدي، او ان انا عايز اعمل مطبخ العمر زي ما بيقولوا، اللي هو يفضل عندي طول الوقت، بس طبعا التكلفه بتكون اعلى شويه. عشان ما اطولش عليكم في اللايف، ان شاء الله هتكلم برضو دلوقتي على الخامات المصنعه اللي هي احنا ذكرناها من شويه، اللي هي البي في سي واليو في، وهقول لكم يعني ايه بي في سي. هنتكلم يعني ايه بي في سي. البي في سي ماده بلاستيكيه، ودي بتيجي عباره عن شيتس بتبقى رولز بتتشد على الالواح الام دي اف. وطبعا معظم الحاجات اللي موجوده هنا حاليا دي كلها استيراد، يعني بتيجي من الخارج، باستثناء شركه واحده اسمها كلوز بانل. شركه كلوز بانل دي شركه مصريه على فكره، يعني هي بتستورد الماتيريال من بره اللي هي الشتات البلاستيك دي، وبتبدا تشدها على الام دي اف. دي شركه مصريه، دي الشركه الوحيده اللي في وسط السوق المصري بتصنع الواح بي في سي مصريه، يعني دي شركه ميد ان ايجيبت. عندنا في شركات تانية، في زي كاستامونو عامله حاجه اسمها ايفو كلوز، دي برضو فيها فرايتي في الالوان. في شركات كتير قوي، ستايلا مثلا، في اي جي تي، في يعني شركات كتير قوي، يعني شركات موجوده كتير قوي. بالنسبه للبي في سي من اكتر الماتيريال اللي فيها فرايتي، يعني فيها الوان كتير قوي. عيبه ايه؟ عيب البي في سي اولا هو مش هيلسي بنسبه 100%. يعني لو في حد من اللي بيتفرجوا عليا دكاتره او عندهم اكسبيرينس في الكيميكال، المواد البي في سي مواد ضاره على الانسان، فمش ما هياش افضل حاجه يعني. بس هي ككوست يعني احنا مش بنكتر منها في قلب البيت، يعني نسبه الضرر منها يعني مش تبقى كبيره يعني. بس من ان هي هيلسي، لا هي مش صحيه، عشان بس اكون صادق في اللايف ده. كده بالنسبه للبي في سي. البي في سي ديكوري اكتر مما هو عملي. في الحراره هو ما بيتحملش قوي، يعني مش بيتحمل طريقته، يعني لو مجرد ما تعرض للحراره هيبدا ينكمش، لان هو ماده في الاول ماده بلاستيكيه زي ما قلنا. السكراتش بتاعه تقريبا حوالي 1 نيوتن، يعني بنسبه ثابته تقريبا حوالي 1 نيوتن. بيقارن في السكراتش بتاعه بالاكريليك، يعني الاكريليك والبي في سي نفس السكراتش بتاع بعض، يعني هما الاثنين نفس السكراتش، مع اختلاف بقى ان الاكريليك بيكون السكنس بتاعه اعلى شويه في التخانه الكلام ده كله، بس ده مش بيزود من قوه السكراتش او قوه الخدش بتاعه. ده كده البي في سي اتكلمنا عليه، واعتقد كده لو في حد مش واضح ليه معلومه بالنسبه للبي في سي. وده يعتبر ارخص منتج موجود في الخامات الجلوسي او الخامات اللي هي اللامع. تعالوا نتكلم بقى على اليو في. يعني ايه يو في اصلا؟ يو في كلمه اختصار لالترا فايلوت، والترا فايلوت ديت تقنيه في الدهان، دي تقنيه من تقنيات الدهان، ودي بيتم عمليه دهان بطريقه او بالاشعه الفوق بنفسجيه. الناتج بتاع الالترا فايلوت في الاخر بيديني حاجه لمعتها عاليه جدا، سكراتش بتاعها قوي لان هي بتاخد طبقات حمايه كتيره. دي مثلا شركه زي اليو في لاك بالوانها دي مثلا كلها زي ما احنا شايفين كده شبه ميرور، يعني حاجه ميرور. طبعا دي شركه بتنتج ده منتج ده في السرفيسز بتاعه اسمه يو في، يعني حتى هو صاحب الشركه ذكي جدا ان هو استخدم اسم المنتج نفسه وبعدين حط اسم المنتج بتاعه هو، يعني اسم السرفيسز بتاع المنتج وبعدين حط المنتج بتاعه. نيجي بعد كده في شركات تانية بتنتج اليو في، في بس مش شرط يبقى اسمه يو في. يعني عندنا اللامي جلوسي في السوق ده سرفيسز يو في. الجلوس ماكس او جلوس ماكس برو اللي موجود في السوق ده برضو السرفيسز بتاعه يو في. مهم جدا ان انا لما باجي اختار خامه من الخامات المصنعه ان انا ابص على السبيكس اللي موجوده على المنتج نفسه. هلاقي هنا شرح الخامه نفسها متكونه من ايه، وهلاقي الخصائص بتاعته ان هو في السكراتش بتاعه بيتحمل فاير ما بيتحملش. كل الكلام ده بيبقى مكتوب في قلب الداتا شيت او الكاتالوج نفسه. ده مهم جدا ان انت تسال عليه ويعني وتسال فيه كمان، يعني تاخد معلومات فيه. ده كده الجلوس ماكس برو، وده برضو من ضمن الفاميلي بتاعت اليو في، يعني دي من ضمن الفاميلي اليو في. اللي بيختلف من الشركه للتاني
اولا الالوان طبعا، يعني كل واحد بيختار درجات الوان ثابته بالنسبه له. ثانيا السايز بتاع اللوح نفسه، يعني السايز بتاع اللوح فيه الواح حجمها كبير جدا، فدي بتنفعنا لو انا عندي تجليده مثلا عايز اخدها كلها حته واحده، مش عايز ابقى فيها فواصل، ففي الواح بتبقى عريضه وفي الواح تانية بتبقى كنزه شويه. طيب ده كده بالنسبه لليو في، عرفنا ان هي تقنيه دهان بتتعمل بالاشعه الفوق بنفسجيه وبتمشي بطريقه السحل. على فكره الكلام ده كله موجود على اليوتيوب، لو انت حضرتك يعني اي حد فيكم حابب يسيرش على الكلام ده فيبدا يستعمل المصطلحات اللي انا بقولها في الكلام ده ويبدا يسيرش بيها، هتبدا تديله الكلام دوت بطريقه يعني علميه، وتشوف خطوط الانتاج نفسها وهي بتصنع الكلام دوت. موضوع الام دي اف الكرتون ده هنتكلم فيه في الاخر، عشان خاطر في ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع الام دي اف ده كرتون، فانا هقول لكم على الموضوع كله. نكمل في اليو في ونقول ايه الجديد اللي طلع في اليو في. احنا كنا اتعودنا على اليو في ان كل الخامات اللي خارجه منه جلوسي. في بعض الشركات خلفت الموضوع معانا خالص وطلعت حاجه اسمها سوفت تاتش او مات بلس. المات بلس او السوفت تاتش ده بيدينا ملمس بتاع الجلوسي، الملمس بتاع اللامع اللي هو انا محتاجه عشان التنظيف والكلام ده كله، وفي نفس الوقت بيديني المط، بيديني اللون المط. ده كده بالنسبه لليو في. اتمنى ان يكون شرح وافي يعني، وارقام التليفونات كلها موجوده، يعني في ناس بتسال على ارقام التليفونات موجوده على البيج نفسها. في بعد كده هنتكلم على البوليلاك. البوليلاك من الماتيريال اللي ظهرت في السوق بقوه وبقى لها فتره كبيره جدا وسمعت وبقى ليها اسم كويس قوي، نظرا لان الشركه نفسها شغاله بآلية محترمه بصراحه. والفريق الماركتنج اللي فيها انا بحييه، وانا كنت في يوم من الايام واحد من فريق الماركتنج اللي كان بيسوق للبوليلاك لشركه جزير. البوليلاك دلوقتي بقى عندنا في السوق، عشان بس ناخد بالنا من الموضوع دوت، بقى عندنا 3 انواع موجودين في السوق بوليلاك. البوليلاك الاصلي اللي هو بتاع شركه جزير التركيه، وده هتلاقيه جاي عليه ستيكر لشركه جزير، وجاي عليه ستيكر تاني للوكيل اللي هي شركه ايجيبت بلد. ده البوليلاك الاوريجينال او الاصلي، عشان ما حدش لما نيجي نستلم من حقنا نشوف الاثنين ستيكر موجودين على الخامتين. البوليلاك بقى اللي طلع سواء الهندي او الصيني، دول برضو عشان في ناس بتضرب اسعار البوليلاك في السوق، واحنا بنستغرب جدا لما بنيجي نعمل تكلفه، لا مش ممكن. فبدانا نسيرش، عرفنا فعلا ان في شركتين تاني ظهروا بنفس الالوان اللي موجوده، والقطعتين لو انت حطيتهم جنب بعض مش هتقدر تميزهم من بعض ابدا، سواء الهندي او الصيني مقارنه بالتركي. التركي هو الاوريجينال اللي بيميزه ان هو متصنع بطريقه عباره عن لايرز، محطوط طبقات فوق بعضيها، اللي هي الطبقه الاولانيه اللي هي ورقه الديكور، يجي بعديها طبقه اسمها البي اي تي فيلم، ودي بتيجي حاجه زي الاحساس بتاعها، او هي فعلا القاروره بتاعه الميه اللي احنا بنستخدمها في البيوت عندنا، دي بتيجي من ماده البي اي تي، او الاطباق اللي احنا بنستخدمها للاطفال اللي بتبقى مختوم عليها بالمثلث ورقم ال5 او ال6 او الكلام ده كله. الكلام ده معالج، فبالتالي الشركه دي مميزه في الحته دي، لان انا متذكر لما كنا موجودين في الشركه كان اغلب الصيدليات او اغلب الغرف العمليات بتتجلد من البوليلاك. ليه؟ عشان مفيش السطح ما بيتكونش عليه بكتيريا والكلام ده كله. هنقول فروقات عشان في ناس بتسال على الفروقات اللي ما بينهم او ازاي تميزهم. هنقول بالنسبه للفرق كسكراتش، لا السكراتش هتلاقيه واحد، يعني قوه الخدش هتلاقي الصيني زي الهندي زي التركي. اللي بيفرق كثافه الام دي اف، ودي حاجه مش ظاهره ليكم، يعني دي حاجه مش تبقى ظاهره ليكم انتوا، لان دي طبعا من الداخل. كثافه الام دي اف، الكثافه دي قوه الضغط بتاعه الام دي اف نفسه. البوليلاك اعلى كثافه فيهم اللي هو الجزير الاصلي. زي ما قلنا بعد طبقه البي اي تي الفيلم اللي بتتحط دي، بيتحط عليها طبقه ثانيه من الحمايه او طبقه الكوتنج الحمايه اللي بتدي بقى معامل القوه. طيب انا اميز ازاي بين البوليلاك الحقيقي والبوليلاك التاني؟ البوليلاك التاني او الصيني او الهندي ده بيبقى مش متصنع من البي اي تي،
ده متصنع من اليو في، متصنع بنفس الآلية اللي بيشتغلوا بيها الشركات زي الجلوس ماكس او الشركات التانية اللي هي زي اليو في لاك او الكلام ده كله. طيب ايه مميزات البولي لاك بالنسبة لي كعميل؟ هل هو مثلا ما بيتخدش؟ لا بيتخدش، هو ليه معامل سكراتش، والسكراتش بتاعه دي قطعة بولي لاك اوريجينال من شركة الجزيرة نفسها. يعني هنقول دلوقتي اللي يميز او ايه اللي يخليني اروح اختار الماتيريال ديت وانا مطمن. هل هي ما بتتخدش؟ لا بتتخربش. يعني انا لو جبت مثلا مفتاح زي كده وخربشتها، عملت خربوش فيها، خربوش باين يعني خربوش ظاهر، بالنسبه لي انا ظاهر، مش عارف على الكاميرا هيبقى ظاهر ولا لا، هحاول اقربه عشان نشوفه. شايفين السكراتش هنا ظاهره وملموس، يعني السكراتش نفسه ملموس. السكراتش بتاع البولي لاك 3 نيوتن. لو انا بعدت شويه 40 سم او 60 سم عن الخامه نفسها، انا نفسي اللي قاعد مش قدام الكاميرا مش هشوف السكراتش اصلا. طب ليه؟ لان السكراتش اللي حصل ده ما حصلش في الماتيريال، في الخامه. لان الخامه انا زي ما قلت لحضراتكم في الاول ان ده لايرز. اللايرز الاولاني اللي تحت دوت هو ما اتخدش، اللي اتخدش طبقه البي اي تي والكوتنج اللي فوق، دول اللي اتخربشوا، فبالتالي ما سمعتش في الخامه، فبالتالي من بعيد انا مش شايف اي سكراتش. لكن لما اقرب قوي منها هبدا اشوف السكراتش الموجود. دي من ضمن مميزات البولي لاك. طب في ايه تاني يفصل البولي لاك عن بقيه الماتيريال؟ الماتيريال بتاع البولي لاك زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو لايرز، فبالتالي انا اقدر اتني الخشبايه ديت. يعني انا لو حفرت ورا في الظهر هنا اقدر الف بالخشبايه نفسها، بس طبعا من غير ما اقطع اللحميه نفسها، فبالتالي مش هيبقى فيه فواصل. يعني ده بقى يعني دي معلومه للمهندسين او للناس اللي بتشتغل في الماتيريال نفسها. انا لو عايز اجلد بدون الفاصل بجيب حاجه اسمها بونتا في. البونتا في دي بتفتح معايا هنا شكل حرف الفي كده، فبتديني الشكل ال 45، فابدا اتني الخامه. المهم ما اجرحش الطبقه الاخرانيه اللي هي البولي لاك. وهوريكم دلوقتي انا هشيل الطبقه بتاعت البولي لاك نفسها عشان نعرف ان هي دي دهان ولا مش دهان. لو انا عايز احدد ان البولي لاك ده اوريجينال ولا مش اوريجينال، امسك حته من طرفه كده وابدا اطلعها زي ما انا بعمل كده، اشيلها من على الخامه خالص، هلاقيها بتلف معايا زي ما انتم شايفين كده، بتلف ما اتكسرتش، يعني ما اتنتش. البولي لاك زي ما قلت لحضراتكم ان هو لايرز، فهو طالع بالرق بتاعه، يعني مهما يتني كده مش هيحصل فيه مشكله. لكن لو خامه تانية، لو خامه زي اليو في طلعت من عليها هنا، هيطلع معايا ده كله متكسر، يعني كل الحاجات دي هتطلع معايا هتطلع حتت قشور. ده كده الفرق بين البولي لاك وبين اليو في. فانا بالتالي كده اقدر ان انا لو انا داخل عند حد بيقول لي ده بولي لاك، اخد اي قطعه منه من الفضل بتاعته، مش شرط عشان ابوظ المطبخ بتاعي وانا بستلم، فاقدر اخد قطعه وافك من عليها الخامه نفسها واشدها كده. لو اتنت معايا كده زي دي وبقت مرنه، بصوا حتى اهي في الوش اهي اتنت، بدات تتني معايا اهي، ما اتكسرتش، يعني بتتني وتروح وتيجي معايا مش هتتكسر. لكن اليو في هيتكسر من اول اصلا ما هطلعه، وهو مش هيطلع معايا سليم، هيطلع معايا متكسر. ده كده للناس اللي كانت بتسال انا يعني افرق بين البولي لاك والخامات التانية. في سؤال مكتوب قدامي، طب ما كده البولي لاك هيشرب ميه؟ البولي لاك اي خامه هتتحط هتشرب ميه زي ما احنا قلنا في الاول، بس الميزه ان انا بشتغل بالبولي لاك في ضرفه، الضرفه دي واقفه على سيفها، فانا اوريدي لو انا دلقت كوز ميه، حتى كوبايه ميه دلقتها من فوق الخامه، الميه اولا الاجزاء ديت ما بتبقاش مكشوفه كده، ده لازم بيتلزق شريط حرف فبيبقى مقفول، فبالتالي الميه لما بتنزل عليه هتبدا تقف على السطح هنا وتتزحلق وتبدا تمشي. فبالتالي فكره ان هي تقعد على الخامه الميه، فده يبقى خطا استخدام. يعني ان انا حطيت ميه، لا انا عارف ان الماتيريال الجديده. وعايز اقول معلومه برضو لكل الناس، الاخشاب اللي بتقاوم الميه اخشاب معينه، مش كل الاخشاب بتقاوم الميه، او بمعنى صح مفيش ولا خشبيه بتقاوم الميه غير انواع معينه. هو عندنا التك والمجنه والعزيزي، وحتى العزيزي بقى ينزل في مصر مضروب، يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع ماشي ازاي. اللي بينزل في مصر ما بقاش العزيزي، ده بيسموه دلوقتي او الاسم الدارج في السوق بتاعه، او كل الصناعات تشتغل بيه
بيشتغلوا باسم البيتش باين. البيتش باين اللي بيجي مصر هنا في الاصل، المستوردين طبعا هيزعلوا مني ان انا بقول الكلام ده، كل اللي بيجي مش بيجي بيتش باين، بيجي اولا يا اما سويد روسي متجفف قوي وبيتباع على انه بيتش باين، يا اما بيجي حاجه اسمها بلو باين وبيتباع على انه بيتش باين. ده اللي السوق المصري يعني، عشان بس الناس تبقى عارفه. فالاخشاب المقاومه للميه دي كلها بنستخدمها في الاوت دور، في الحاجات الخارجيه، ودي بيبقى ليها دهانات معينه وقصه ثانيه خالص يعني، دي ممكن نبقى نعمل لها حلقه ثانيه ونتكلم فيها. عزل الصوت بيكون نوع الخشب ايه؟ عزل الصوت بيستخدموا له حاجه اسمها كور. الكور ده بيجي من ماتيريال شبيهه للتشيب بورد. التشيب بورد اللي هو خشب الحبيبي، بيجي كور دوت بيتعزل بيه الصوت، وكل كور بيبقى ليه معامل لعزل الصوت. طبعا بيبقى ليها وحده قياس اللي هي الديسيبل تقريبا، الديسيبل. فكل كور بيجي بالتخانه بتاعته بيقول لك هو بيعزل كام ديسيبل. ايوه كده، شغلوني بقى يعني يعني ابداوا اسالوا، شغلوني عشان ابدا اديكم معلومات اكتر. اتكلمنا على البولي لاك وكده، قدرنا ان احنا نمسك قطعه ونعرف ده بولي لاك اصلي ولا مضروب من زي ما قلت لحضراتكم، دي اهم خاصيه موجوده في البولي لاك. يمكن شركه جزير كلها ممكن يكون ما فيش حد وضح الكلام ده. نروح بقى لخامه انا نفسي بحترمها، يعني انا بحبها وبحترمها، الاتش بي ال. الاتش بي ال من الخامات السكراتش بتاعها عالي جدا، وهي خامه صلبه، عايزه ريسك. يعني لو عندك صاله جيم عايز تجلدها وخايف الحديد يخبط فيها، اعملها اتش بي ال وانت مغمض يعني. عندك اولاد اشقياء شويه في البيت وبيخربوا وبيشخبطوا على الحيطان وبيجرحوا كل حاجه، ممكن تجلد ب اتش بي ال. افضل الانواع او معظم الانواع اللي في مصر هنا ما شاء الله كويسه، يعني الشركات كل المستوردين جايبين شركات اتش بي ال محترمه، مش هستثني حد منهم. موجود في مصر صناعات ايه في الاتش بي ال؟ موجود الهندي وده الاغلب وشركات محترمه جدا. موجود الاوروبي وبرده في شركات محترمه ليها. وموجود حاليا الجيرماني، يعني الصناعه الالماني موجوده في الاتش بي ال موجود في مصر. الاتش بي ال ايه مميزاته وايه اللي يخليني اروح اشبط فيه؟ اولا السكراتش بتاعه عالي جدا، ثانيا فرايتي رهيب في الالوان، ثالثا انت لو جبت قطعه اتش بي ال ايا كان صناعه بلدها ايه، وجبت كاتل الشاي وسخنت الكاتل على الاخر ووضعت قطعه منه وطلعتها بعد شويه، هتلاقي لونها ما اتغيرش، ما اتاثرتش بالميه ولا بهتت ولا حصل لها اي حاجه، مش هتتاثر اصلا، لان هي متصنعه من مواد زي الفينيل. بالنسبه للصحيه بتاعتها هي صحيه جدا، لذلك احنا لو دخلنا اي فرع من فروع ماك او كوك دور او المحلات بتاعه الفاست فود، هنخش هنلاقي معظم التجاليد او الكاونترات اللي احنا بناكل عليها او بنقعد عشان ناكل عليها هنلاقيها معموله من الاتش بي ال. دي من الخامات زي ما قلت لحضراتكم ان انا بحترمها جدا. طب هو في صديق ليا رشح لي كيرفي ايجيبت، وعايز برضو ان شاء الله اعمل استوديو ايه افضل تاسيس خشب وديكور ليه. الاستوديو انت هتعتمد كتير جدا على الالوان والحاجات الفرايتي، الحاجات الديكوريه اللي انت عايزها، فانت هتدور على التكلفه، لان اي حد بيفتح مشروع هيبقى بيدور على التكلفه، فانت تشوف الالوان اللي هتتناسب معاك. ومعظم الماتيريال كويسه، مفيش اي حاجه منهم وحشه، يعني ما تخليش حد يقول لكم يخوفكم من ماتيريال معينه، لا جو اهيد اعمل اسس كويس. المهم قوي في مطبخك او في الدريسنج بتاعك او في اي قطعه من العفش بتاعك الاكسسوارات، ركز قوي على الاكسسوارات. يعني الماتيريال خليها تبقى ديكوريه، ناسس في الشاسيه الداخلي والخارجي، كلنا بنحب نغير، يعني مفيش حد فينا بيفضل طول عمره عايش على الشكل القديم اللي هو عايش فيه، كله بيحب يابديت. لما اجي ابديت بدل ما انا اعمل المنتج ككل، لا انا ممكن اغير بس الظرف الخارجيه من بره، هتغير الشكل معايا خالص، فانا هيبقى بالتالي اسس في حاجتين اساسيين معايا، دول اللي ادور فيهم على التكلفه، ان هي تكلفتها تبقى عاليه معايا. الجسم الداخلي ان انا اسسه كويس، الاكسسوار اللي انا هستخدمه اللي هو مفصله المجرى دي اكتر حاجه عليها ريسك او هيدك، ان احنا بنفتح ونقفل والكلام ده كله، فلما بيبوظ بيخليني ابقى متضايق من المنتج نفسه، حتى لو المنتج نفسه شكله جميل قوي وظرفه اتخلعت منه بيبقى النتيجه في الاخر مش ظريفه.
ايه افضل اكسسوار البلوم الصح؟ طبعا البلوم افضل حاجه موجوده في السوق المصري، ويجي بعديها الهيتش. البلوم صناعه نمساوي، عامه اي حاجه اوروبي كويسه باستثناء الايطالي، لان كل الايطالي اللي في السوق حاليا مضروب. يعني عشان بس دي معلومه برضو لكل الناس، في حاجات كتير قوي مختوم عليها ميد ان ايطالي وهي مش ايطالي اصلا، يعني هي ملهاش علاقه بايطاليا اصلا. احاول دايما الاكسسوار اخده من حد معتمد، يعني الوكلاء بتوع الاكسسوارات معروفين. ابعد عن الاكسسوار الصيني. التركي نوعا ما مش وحش، في بعض الماركات فيه كويسه جدا. لو حابين اقول اسماء مفيش مشكله، زي السامت، زي التايتوس. الهيتش جيرماني وتضاهي بلوم. يعني انا لو مش لاقي بلوم في السوق، لان بلوم بتجيلها فترات تختفي من السوق خالص، فيبقى البديل بتاعي الهيتش. بس طبعا الكوست بقى عالي جدا، يعني المفصله النهارده داخله في ال 150 و200 جنيه، وفي مفصلات بتوصل ل 300 جنيه، طبعا على حسب المفصله نفسها بتفتح ازاي، لان مش كل المفصلات اللي راكبه في المطبخ زي بعض. في حاجه بتفتح لبره، حاجه بتخرج وتفتح اكتر، حاجه بتاخد ضرفه وتفتح بيها. يعني المفصلات دي فيها انواع كتير قوي في الاستخدام. السؤال برضو جميل قوي اللي مسؤول لي، يعني بشكر جدا الاستاذه سلمى على الاسئله الجميله اللي بتسالها. المجر السفليه احسن. هقول لحضرتك معلومه، كل ما هو يزيد عن 60 سم لازم نستخدم له مجرى سفليه. يعني الحاجه اللي اقل من 60 سم مش ضروري ان انت تدفعي فيها كوست عالي وتستخدمي مجرى سفليه، لان المجرى السفليه بتكون اغلى في الثمن. هي طبعا وناخد بالنا ان المجرى السفليه دي اصلا بتيجي بالوزن. يعني المجرى السفليه كل مجرى بيكون ليها قوه تحمل ووزن معين بتشيله. يبقى زي ما قلنا، كل ما هو اقل من 60 سم اقدر استخدم له مجرى جانبيه ومش هيضايقني في حاجه وهتعيش معايا، وبرده اختار مجرى جانبيه تكون كويسه. المجرى الجانبيه التركي ممتازه، المجر الجانبيه الايطالي اللي موجوده في السوق عند هاني ميكس هتلاقي في حاجه اسمها كوادرو موجوده، نوع كويس جدا لو انتوا حابين تستخدموا مجر جانبيه محترمه. المجر السفليه قلنا كل ما هو يزيد عن 60 سم لازم ضروري مجر سفليه. الانواع، انا قلت الانواع. كله بيقول بلوم، طبعا كله بيقول بلوم، لازم كله يقول بلوم، لان بلوم افضل حاجه. بلوم من الشركات اللي بتختبر المنتج، يعني بيدوا ضمان على المفصله نفسها، مش عارف 200,000 فتحه او 20,000 فتحه، حاجات زي كده. فهي شركه حاطه اطار للحاجه بتاعتها، غير ان هي تبيع الحاجه وخلاص. يعني شركه محترمه. والهيتش تضاهي البلوم، يعني اللي مش لاقي بلوم يبقى هيتش. طيب الكاتيجوري ده عالي عليا في السعر ومش قادر ان انا اجيبه، انزل عندي سامت، دي الوكيل بتاعها العربي، عندي تايتوس، وفي حاجة تانية اسمها مانس تقريبا. في ماركات تركي، يعني دول تركي، دول انا يعني دي المفصلات اللي انا بعتمد ان هي الواحد يعني هيوديها عند العميل مش تعمل معاه مشكلة. في ناس سألتني أسئلة على التشيب بورد أو اللي هو الخشب الحبيبي. الخشب الحبيبي أنا رشحه للتجاليد. يعني لو أنت عندك تجليدة عايز تحط خشب حبيبي، حط خشب حبيبي ما تخافش منه. بس يحاول تنقي الماركة. يعني في ماركات برضو، في منه تركي وإيطالي، وفي يعني في شركة محترمة قوي في السوق المصري هنا بتعمل تشيب بورد اسمها سافيولا، شركة محترمة جدا بتنتج التشيب بورد ده. في منه كمان مقاوم للرطوبه ومقاوم للميه، بيبقى تشيب بورد اخضر. ليه استخدمه في التجاليد؟ وزنه اخف من الام دي اف ومن الكونتر ومن الحاجات ديت، فالكونكشنز اللي هتركب ليه للتعليق هتعيش فتره اطول. استخدمه لمكتبه التلفزيون عادي، ما فيهوش مشكله، مش هيأثر معايا في حاجه. بلاش استخدمه في المطبخ، الا اذا انا بحب اغير الذره في كل فتره، فانا ممكن اجيب ذره في تشيب بورد شكلها عاجبني اركبها فتره، وبعدين يعني اعرف ان هي بعد فتره هتتغير، لان ده نفس المنهج اللي متبعه ايكيا. ايه اللي بيرفع سعر المتر عندنا؟ كل حاجه. الاختيار زي ما قلنا، احنا قلنا الاتش بي ال. لو انا جيت بصيت على الاتش بي ال
هلاقي فيه فرايتي في الاتش بي ال نفسه. يعني شركه واحده مثلا هتلاقي فيه حاجه ليها ملمس تكتشرز ده كده، يعني بروز، في حاجه بارزه، في حاجه من غير بروز، يعني حاجه شكلها عادي من غير ما تكون بارزه، في حاجات ساده. كل شيت من دول بيكون ليه سعر، يعني حاجات زي كده بدون ملمس، في الوان ساده، في الوان ستانلس، لون ستانلس زي ده واخد طبقه ستانلس حقيقيه، يعني واخد عليه شيت ستانلس. فكل ده بيغير معايا في السعر. نوع الخشب الحشو الداخلي هستخدم كونتر جود وود، هستخدم توب وود، هستخدم فيرست وود، هستخدم الاسماء على فكره كل الاسماء اللي انا قلتها دي شركات محترمه. انزل شويه هستخدم الشرقاوي، هستخدم المتحده، هستخدم شركات تانية. يعني كل زي ما قلنا احنا كل الاسماء اللي احنا بنقولها دي شركات يعني نوعا ما ان احنا معروف الماتيريال بتاعتها مستواها ثابت في الشغل. ده بيغير من السعر. يعني التكلفه بتاعه الشاسيه من الداخل الحشو، نوع الاتش بي ال، نوع المفصله، نوع المجرى. في بقى ناس اللي هي بتحب الرفاهيه اللي بتحط الميكانيزمات النهارده الافانتوس مثلا اللي بيفتح الضرفتين مع بعض ده بنسميه الافانتوس اللي بيفتح الضرفتين مع بعض لو انا هجيبه من شركه بلوم فالنهارده سعره داخل على 5000 جنيه. لو هجيب التركي هتلاقيه مثلا في حدود 2000 وكسر. هجيب الصيني هلاقيه ب 1000 وكسر. كل حاجه بيبقى ليها سعرها، فكل ده بيغير معايا في الكوتيشن بتاع العميل لما بيجي يختار. اتمنى ان انا اكون فدتكم. للبولي لاج ب 5500 جنيه عشان سعر اللوح نفسه غالي. يعني سعر اللوح نفسه وصل ل 6000 جنيه تقريبا دلوقتي، ومساحته اصلا بتكون 82 في 122. فبالتالي لما بنيجي نفصل بيبقى نسبه الهدر فيه عاليه مش قليله. اي اسئله حابين ان انا اتكلم فيها قبل ما ننهي؟ في ستانلس بجد، في الاتش بي ال في نوع منه واخد طبقه ستانلس ستيل حقيقيه. سعر اللوح طيب هو مش لسه لوح الشاسيه؟ ما هو لوح الضرفه ما هو بياخد اجزاء كتير. يعني لو قسناها مقارنه هتبقى 60 60% بيبقى الشاسيه الداخلي، 30 او 40% بتبقى للضرف. ايه تاني؟ انا سعيد جدا بوجودك معايا يا استاذ سلمى، وسعيد باسئلتك الجميله بصراحه. اللي هي ايه؟ معلش انا اسف، ايه اللي حابه ان انا اشرحه؟ انا اللي متشكر جدا لمتابعتك ليا، وبرضو يعني هحاول ان احنا نظبط على طول معظم الوقت لايفات، ولو في اي اسئله انا تحت امركم. انواع المطابخ الكلاسيك قلنا زي ما احنا قلنا في ناس بتحب تعمل الحاجات الساده، وناس بتحب تعمل الناتشورال او الخشب. اللي بيعمل الساده قلنا بيشتغل على الام دي اف او الكونتر الطبقات. دول افضل اختيارين ان احنا نختارهم. والدهانات افضل حاجه على فكره برضو عشان نفرق في الدهانات. في نوعين من الدهانات، في دوكو وفي دوكو فرن. الدوكو العادي ده اصلا ما بيحتاجش درجه حراره ان هو يخش فيها، والدوكو الفرن ده لازم يترش في كابينه، وده بيكون افضل. ده زي الدهانات اللي بيبقى موجوده على السيارات. ايه افضل نوع كلاسيك؟ افضل نوع كلاسيك زي ما قلنا احنا بالنسبه لك ممكن يكون افضل نوع، ممكن يكون مش افضل نوع من حد تاني. الاخشاب موجود فيها انواع كتير جدا. يعني الزان، ابعد عن الزان لو انت بيتك حر، يعني عشان الزان من الخشب اللي بيكش من الحراره ومن الرطوبه. يعني لو احنا في مصايف او الكلام ده كله ما نفرحش ان الخشب زان نجيب للمصايف ماتيريال زان. ما تحطش زان في اي حته فيها مصيف، السخنه، الساحل، الغردقه. ما تحطش الزان، ما تستخدمش الزان عندك في المكان ده خالص. شكل الثمره بقى هو اللي هيحدد بالنسبه لك ده افضل حاجه ولا لا.
يعني انا بحب التفجيره الكبيره مثلا، فانا بحب، انا واحد من الناس بحب خشب، نوع من انواع الخشب اسمه البلسندر. البلسندر الخشبيه نفسها التفجيره بتاعتها حجمها كبير جدا، بتبقى رسمه شكل الفازات والكلام ده، تحس ان التفجيره مدياك شكل فازه، حاجه كده تحفه يعني. دي من الحاجات اللي انا بحبها. قشره غاليه جدا، سعرها غالي جدا، وما انصحكش تعمل منها خشب سوليد لانها هتدفع رقم كبير قوي. دي ممكن نستخدم القشره ونحطها على خشب طبيعي فهتدينا نفس النتيجه. في ناس بتحب البيتش باين. البيتش باين عملي، يعني من الخشب العملي اللي موجود. افضل حاجه زي ما قلنا في الاستخدام الضرفه، ان احنا نعملها زي ما قلنا كونتر طبقات، ونبدا نعمل عليها شغل السي ان سي، ونطلعها بالشكل الحليات اللي هي مناسبه لينا. الحليات اللي هي الاشكال اللي هي بقى الدورانات والكيرفات، اللي عايز مربع، اللي عايز فيها كيرف، اللي عايز فيها ظهر حيه، عايز مستويين. مساء النور يا باشمهندس احمد. انا مش عارف انا طولت عليكم ولا الناس اللي معايا مستمتعين بالمعلومات. لو في حد تاني عايز ينكشني في اي معلومه انا تحت امركم. يعني انا باشمهندس رد على اسعارنا ليه غاليه؟ العملاء حابه تعرف. اسعارنا مش غاليه، مبدئيا اسعارنا مش غاليه، هي قيمه مقابل سعر. دايما احنا بنحط الحاجه قيمه مقابل سعر. بره هتلاقي ممكن يقول لك مثلا سعر المتر 3500 جنيه في الاعلان، او سعر المتر بيبدا من 3500 جنيه. اولا بتروح تلاقي طريقه التمطير غير التمطير. يعني في ناس بتستحل بره ان هي تحط امطار زياده عن الحقيقي، وطبعا معظم العملاء ما حدش بيعرف يمطر شغله، فبالتالي مش بيبقوا واعيين في الحته دي. طيب في ناس بتلعب لعبه ثانيه، بيحط سعر المتر طولي، وسعر المتر طولي ده يعني معنى كده ان المتر تحت فوق متر. يعني انا مثلا انا هعمل وحدات سفلي وعلوي بس، مش هعمل المستوى الثالث. لو انا هعمل وحده سفلي وعلوي، فانا بالنسبه لي الارتفاع كده بقى متر 80 او متر 70 على حسب ما بشوف حضرتك عايز المقاس اللي فوق قد ايه. فانا لما هاجي اقول لك مثلا على سبيل المثال انا سعر المتر عندي 5000 جنيه او 4000 جنيه، فانا كده بضرب سعر المتر 80 او الارتفاع بتاعي المتر 80 في المحيط بتاع الخشب نفسه. ماشي مثلا انا ماشي في حيطه عرضها 3 متر، فالحيطه لو عرضها 3 متر الارتفاع بتاعي متر 80، يبقى انا بضرب 3 متر في متر 80 كده، ده المتر مربع. طب المتر الطولي، لا المتر الطولي هيحسب لك 2 متر، هيحسب الارتفاع 2 متر، لان هو هياخد المحيط وهيروح ضربه في 2، هيقول لك تحت متر وفوق متر. فدي بتفرق في السعر. ممكن تبقى انت شايف سعر المتر غالي، بس في الكوتيشن في المجمل هتلاقيه ممكن يبقى مطابق لاي سعر تاني بره. وبعدين الماتيريال اللي بتتقدم احنا ما عندناش زي ما بيقولوا كده ان احنا نقدر نلعب، يعني اخلاقيا احنا ما نقدرش نلعب في الماتيريال اللي احنا اتفقنا عليه. يعني انا قلت لك جود وود هورد جود وود، قلت لك انا هشتغل بفيرست وود هشتغل بفيرست وود، هشتغل بتوب وود يبقى هشتغل بتوب وود، هشتغل بام دي اف اخضر هشتغل بام دي اف اخضر. الكلام دوت دي حاجه بقى بتبقى ما بين الشركه وما بين ربنا، والاكتشاف الموضوع ده كده كده انت بتكتشفه اجلا ام عاجلا من الكواليتي بتاعت الحاجه. يعني الحاجه نفسها بفضل الله، يعني يمكن في عملاء كتير اكيد هتتفرج على اللايف سواء في الوقت الحالي او بعد اللايف نفسه. في عملاء كتير موجوده على البيج نفسها استلمت مننا شغل. ممكن هم يخشوا يقولوا رايهم في الشغل، وفي ناس احنا بفضل الله بقى لنا فتره كبيره في السوق مش فتره قليله، ناس اشتغلت معايا شخصيا وناس اشتغلت مع كيرف. قبل كده احنا كان عندنا سيرفي قوي جدا، احنا كنا بنقدم مشاريع في الدوله وبنعمل شغل بياخدوه من تحت ايدينا مكاتب استشاري كبيره جدا، اسماء كبيره من المكاتب الاستشاريه اللي كانت بتستلم من ايدينا الشغل. فبالتالي احنا عارفين احنا بنحط المواصفه. يعني انا ما اجيش اقول لك انا مثلا هكلف القلم دوت هكلفه 50 جنيه ويجي واحد في السوق يقول لا ده انا هنزل القلم ده ب 3 جنيه. اكيد الكلام مش منطقي، اكيد ان الماتيريال اللي معمول منها القلم ده غير الماتيريال اللي هتنزل بال 3 جنيه. فشيء طبيعي احنا مش بنستحيل ان احنا
نأفور على العميل في السعر، لا، هو اسعارنا فعلا مش غاليه مقارنه باي حد في السوق، واحنا من الشركات القليله اللي بتحط السعر على البيج نفسها. يعني احنا بنحط السعر، اسعار الامطار نفسها على البيج الصفحه بتاعتنا. هم ازاي ارخص؟ في لعب في الخامه، يعني الخامه بيتلعب فيها، ده شيء طبيعي يعني. اي حد ممكن يقدر يعمل الموضوع دوت، بخلاف ان في معايير احنا بنستخدمها. يعني انا بستخدم، عندي حد مخصوص للسيفتي، بيراعي ان انا لما احط الفرن يبقى السيفتي بتاعه قد ايه، الابعاد الدايمنشن السيفتي بتاع الحاجه مدروسه. النهارده مثلا على سبيل المثال، احنا بنعمل في من ضمن الشروط بتاعتنا في التعاقد ان حضرتك بتسيب لنا ديبوزيت 1000 جنيه، ده مجرد جديه، لكن ده عمره ما يكون ثمن ال 3 دي حتى اللي بيتعمل. يعني احنا دايما كل تصميماتنا بتكون 3 دي ماكس. ال 3 دي ماكس اللي بيسمعني وعارف يعني ايه 3 دي ماكس، بيشتغل بالشوت، يعني الشوت بتاعه بيبقى بكام، او بيشتغل فيه بالمتر. انا هشتغل معاك المتر سايب ب 100 جنيه، ب 200 جنيه، ب 250 جنيه، على حسب الاكسبيرينس بتاعت الشخص اللي شغال بيعمل ال 3 دي. العلاقات، مش كل الناس فاهمه علاقات ان هي تشتغل. المطبخ فيه علاقات معقده. في ناس كتير، احنا بنتفرج على شغل ناس كتير مليان مشاكل، والكلام ده بيبان في الاستخدام بعد كده. انا باجي افتح ظرفه الاقيها بتخبط مع الثانيه، باجي افتح مش عارف ايه الاقيه جرح حاجه ثانيه. ال 1000 جنيه دي مش ثمن معاينه ولا ثمن يعني استاذ عبده بيسال فعلا 1000 جنيه معاينه ده مش كتير. والله انا بشكرك، يعني ده في ناس بتعذبنا عشان 1000 جنيه دي. هي اصلا ولا ثمن المعاينه ولا ثمن الديزاين، ده بتبقى حاجه للجديه، احنا بس عاملينها للجديه، لان احنا في فتره كبيره تعرضنا لان ناس بتيجي تاخد الديزاين بتاعنا وتبدا تطلع تنفذه مع نجارين والكلام ده، وده دي حاجه مش اخلاقيه يعني. فبالتالي احنا حطينا ديت بس كشرط ان هو يبقى حاجه الزاميه بس للعميل ان هو يكمل تعاقدات معانا. اتمنى ان انا طبعا سعدت بالشخصيات الجميله اللي انا اتقابلت بيها. البولي لاك مش عليه ستيكر حمايه ايجيبت بانل، يبقى مش بولي لاك، لان هو الوكيل الوحيد في مصر البولي لاك اللي هي شركه جزير، شركه ايجيبت بانل. سعدت بيكم جدا، واتمنى تكون الحلقه عجبت الجميع، وهستنى بقى اسئلتكم في الكومنتات عشان نعمل حلقه تانية ان شاء الله. ولو في اي استفسار انا تحت امركم، واتمنى ان انتوا تبقوا تيجوا تشرفوني ان شاء الله، تزوروني في المقر بتاع الشركه. احنا عندنا شوروم صغير كده ومقر الشركه، وتابعونا بقى في الافكار اللي المهندس احمد يعني مكرس وقته كله ان هو يبدا يطرح افكار للسوق، عشان الناس كلها تبدا يعني فكرها يتوسع في الافكار وحلول المشاكل والكلام ده كله. بخلاف طبعا ان انتوا تابعونا وتابعوا شغلنا وتقييماتنا مع العملاء. وانا اتشرفت بيكم، واتمنى اشوفكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.